أبرز الأخطاء عند نطق حرف النون عدم إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها في نحو نستعين نستعين. هذا شو عمل؟ بترها. انتبهنا كيف؟ لازم يعطيها حقها من الغنة لأن غنتها ناقصة كما ذكرنا منذ قليل، وهي كما أسلفنا صفة البينية، لكن من غير مبالغة يا أخواني، من غير مبالغة. يعني بعض الناس الله يهدينا جميعا عم يقولوا رب العالمين الرحيم. شو عم يعمل؟ عم يبالغ في الضغط على هذه. ما بيصح، ما بيصح إخراج يعني قدر الصفة، لا زيادة ولا نقصان. المبالغة في إعطائها حقها من الغنة عند الوقف عليها كما في المثال السابق. نستعين هذا إيش؟ زيادة عن اللزوم. قلقلتها إذا سكنت نحو أنعمت عليهم أنعمت عليهم. هذا ما بيصح. تفخيمها في نحو النار. تطنين غنتها. التطنين أيها الإخوة هو الهز. في المدود شو بيسموه؟ الترعيد. في الغنن شو بيسموه؟ التطنين. ونهى أئمتنا من قديم الزمان عن تطنين الغنات. انتبهنا؟ فتطنين الغنات هو ترعيد صوتها. عند أهل النغم والموسيقى بيسموه العرب. شو بيسموه؟ العرب. اي نعم. وهذا عندهم يعني مفخرة، يعني اللي بيعرف ينشد أو يغني ويهزهز صوته في الغنة، هذا شو بيعتبروه؟ علامة المهارة يعني. فإذا مدحوا أحدا بيقولوا عنده عرب جميلة، يعني قصدهم إيش؟ هزهزة الغنة. عندنا في القراءة هذا من عيوب القراءة. واضح؟ مثاله من الجنة والناس.